بص يا باشا، يوم 16 ابريل اللي جاي 2025 الساعه 9 على ملعب السنتياجو برنابيو. فليستعد كاتب التاريخ عشان يكتب فصل جديد لرومونتادا جديده وليله تاريخيه جديده لريال مدريد. هتقول لي جايب الثقه دي منين؟ اقول لك معرفش. هتقول لي يا عم ده ريال مدريد دلوقتي في اسوأ حالاته، اقول لك متفق معاك. هتقول لي كارلو انشيلوتي خلاص شطب وما بقاش عنده افكار وما بقاش عنده حاجه يقولها للعيبه، اقول لك متفق معاك. هيقول لك الفرقه دلوقتي ملهاش شكل دفاعي ولا ليها شكل هجومي، اقول لك معاك. هتقول لي ده الارسنال في ماتش الذهاب اصلا كان عامل عليكم ماتش ونسبه استحواذ كامله و3-0 والموضوع مستحيل، اقول لك متفق معاك. بس اللي انا برضو في نفس الوقت متفق معاك انه كلمه رومونتادا دي مرتبطه بريال مدريد. اكتب كده، افتح جوجل، اكتب رومونتادا، اول اقتراح هيقول لك رومونتادا ريال مدريد. تدوس عليه هتلاقي رومونتادا ريال مدريد، وتسال باريس سان جيرمان واللي حصل وبنزيما عمله وازاي عملنا عليهم رومونتادا. تسال مين؟ تسال تشيلسي ازاي عملنا عليهم الرومونتادا في اخر لحظه في الماتش. تسال مين كمان؟ تسال مانشستر سيتي في ليله الفم حاجه ورودريجو اللي نزل قلب المباراه. تسال مين؟ تسال عندك اخر حاجه بايرن ميونخ، خسروه وازاي نزل قلب الماتش في دقيقتين وحول الكفه من ناحيه بايرن ميونخ لناحيه ريال مدريد. عشان هو ده ريال مدريد ودي شخصيه البطل. شخصيه البطل اللي ملهاش علاقه بالمدرب ولا مين اللعيبه اللي موجوده ولا الاسامي ولا طريقه اللعب. هو السنتياجو برنابيو نقفله السقف على الارسنال. وتعالى يا باشا هقول لك 5 حاجات عشان نقدر نعمل المعجزه. موضوع طبعا صعب، موضوع مش سهل. الارسنال فرقه قويه، فرقه منظمه، وفي نفس الوقت النتيجه بتاعت ماتش الذهاب نتيجه عريضه 3-0، مش نتيجه قليله ومش نتيجه هينه. بس طبعا تقدر تصنع المعجزه وتقدر تنتصر وتقدر تعمل رومنتادا وتكتب كمان صفحه جديده في التاريخ، تاريخ ريال مدريد في دوري الابطال. طبعا زي ما احنا عارفين في دوري الابطال لا مرسيه للريال. بس عشان نعمل ده 5 حاجات المفروض نعملهم عشان ربنا يكرمنا يوم الاربع ونلاقي نفسنا في قبل النهائي، واصلين النهائي، واخدين البطوله ومعلمين على القاره كلها. اول حاجه فاسكيز ما يلعبش، مفيش اي مجال ان فاسكيز يلعب. هتقول لي طبعا لعبوا فالفيردي، هيجيبوا حد من الشباب، اي حاجه انت عايز تعملها الا ان فاسكيز يبقى في ماتش زي ده. طبعا واضح جدا يعني للجميع، للقاسي والداني زي ما بيقولوا، اللي بيعرف وما يعرفش انه فاسكيز خلاص وصل لمرحله مش عارف يعمل اي اضافه للفرقه ولا في الحاله الدفاعيه ولا في الحاله الهجوميه. واضح جدا ان كل المدربين اللي بتيجي تلعب ريال مدريد هي متركده فاسكيز. هنلعب بفالفيردي، تلعب بحد من الشباب بس فاسكيز ما يبقاش موجود. تاني حاجه ان احنا لازم نكسب معركه نص الملعب. الماتش اللي فات الارسنال كان مكتسحه تماما، كانوا هم اللي بيبنوا الهجمات، هم اللي مسيطرين على اللعب، وكانوا في نفس الوقت مش عارف تبني هجمه، مش مخلينك مودريتش يطلع كوره. بارتي وديكلان رايس واوديجارد عملوا ماتش بصراحه قدام مودريتش وكامافينجا وبلينجهام. شفنا كذا لقطه بلينجهام اصلا انشيلوتي بيديله تعليمات بيرد عليه باسلوب اللي هو انت ايه اللي انت بتقوله. شفنا كامافينجا في اخر الماتش خلاص وصل لمرحله ان هو جودد شاط الكوره لازم تكسب. طبعا كامافينجا مش موجود بس في اخبار حلوه، سيبايوس اتمرن مع الفرقه تدريبات جماعيه. طبعا وجود سيبايوس هيبقى طبعا اضافه. تشاوميني خلاص رجع من الوقت بتاعه، في نفس الوقت انت عندك اكتر من اسم. فلازم معركه نص الملعب نكسبها. هنكسبها ازاي؟ دي التالت حاجه، لازم تستغني عن عنصر هجومي. يعني واحد من رودريجو ومبابي وفينيسيوس الثلاثه ما ينفعش يلعبوا، ما ينفعش الثلاثه يبقوا موجودين في الماتش. هتقول لي طب احنا محتاجين زياده هجوميه؟ لا، انت محتاج تسيطر على نص الملعب الاول عشان بعد كده تقدر تعمل الزياده الهجوميه. هتقول لي طب نستغنى عن مين في الثلاثه؟ كده كده مبابي هو ضامن مركزه، فهتبقى الفكره ما بين فينيسيوس ورودريجو. طبعا ناس كتير هتقول لك رودريجو مستواه ثابت اكتر واداؤه عالي، بس انا شايف انه فينيسيوس ما ينفعش يطلع من الملعب. فينيسيوس الوحيد اللي في السكواد ده والوحيد الناس القلائل جدا على مستوى العالم اللي عنده اللمحه الغير متوقعه. واضح طبيعي جدا ارتيتا هينزل المباراه دي يقفل
بحكم ان هو كسبان 3-0 فاكيد هيبقى عنده نزعه دفاعيه اكتر. فانت عاوز اللاعب المراوغ، اللاعب اللي هيعمل حاجه غير متوقعه. فانا رايي انه يبقى الاثنين المهاجمين هيبقى فينيسيوس ومبابي، وهنستعيد بده في واحد في نص الملعب ومش مشكله يعني. كلنا شفنا بصراحه عشان نبقى واضحين يا جماعه، شفنا نص الملعب في الماتش اللي فات بارتي وديكلان رايس واوديجارد. واضح جدا انه بلينجهام طبعا مش موجود في الحاله الدفاعيه، رغم ان هو في الماتش اللي فات دافع ولعب ورا وحاول ان هو يعمل حاجه قدام ارضه والانجليز ورجع وكان بيضغط. بس انت النهارده بلينجهام محتاج جنبه يبقى موجود تشاوميني وسيبايوس ومودريتش. ما عندكش مشكله تلعب باربع لعيبه في نص الملعب، بس لازم معركه نص الملعب وطريقه اللعب اللي يفرضها هو ريال مدريد. ان انت مفيش مجال بقى تلعب تحت الكرة وتلعب على المرتده، ان انت هتلعب قدام فرقه اصلا مغلوب 3-0. فده شيء اساسي. الحاجه الرابعه ان انت قلابه، ما فيش فكره القلابه دي، انا مش فاهم هو انشيلوتي جابها ازاي انه يلاعب قلابه على ساكا ويلعبه باك شمال، وهو الماتش اللي قبليه مسجل هدفين نفسه في ماتش ريال سوسيداد وبقاله فتره مش في الملعب، فانت تخليه يمسك اهم لاعب في الفرقه المنافسه. كانت فكره فاشله بصراحه من وجهه نظري. ومن وجهه نظري جارسيا لازم يبقى موجود، لانه مهما قدم من اداء اكيد مش هيبقى اصعب واسوأ من اللي عمله ألابا طبعا في الماتش اللي فات. على الاقل جارسيا عنده سرعه، عنده زياده هجوميه، ممكن يعمل اضافه في نص الملعب، ممكن يزيد. فانت لازم يبقى عندك زياده هجوميه. طب هتقول لي نص الملعب ممكن مودريتش ما يبداش، يبقى ابراهيم دياز ياخد دور نص ملعب 10. يعني بلينجهام هيلعب زي ما كان بيلعب مع رودريجو وفينيسيوس، هيبقى مع مبابي وفينيسيوس، وفي نفس الوقت ابراهيم دياز يبقى مركز 10 وعنده قدرات دفاعيه وقوه بدنيه وسرعه، وفي نفس الوقت جنبه تشاوميني وسيبايوس. تركيبه نص ملعب هتبقى تركيبه، وهقول لك التشكيله الانسب للماتش ده في نهايه الفيديو. فدي شيء مهم جدا. طب اهم حاجه برضو من اهم حاجات ان احنا نبعد عن العمق. كل هجمات ريال مدريد كانت من العمق، فطبعا واضح جدا ارتيتا قافل بتمبر وقافل بصليبه، في نفس الوقت كلافيوري وبورتي بيضم معاهم، فهو قافل لك العمق. نقط ضعف الارسنال الباكات، ان كان سكيلي او الناحيه الثانيه كلافيور، فالاثنين دول هم اضعف نقطتين موجودين في الارسنال. والغريب انه ماتش الذهاب ما فيش ولا كره عرضيه، رغم انه ريال مدريد احنا بنتغذى كور عرضيه لمبابي يحط بطن رجله، بالفاردي يشوط من بعيد. الماتش اللي فات ما فيهوش ولا كره عرضيه من ريال مدريد. فلازم نبعد عن موضوع العمق ونلعب على الاطراف اكتر. فينيسيوس يتحرك اكتر، ابراهيم دياز يزيد ويرجع لنص الملعب، مبابي ينزل يستلم ويفتح المساحه، بلينجهام يشوط من بعيد، بالفاردي يشوط. فعشان يبقى انت اول 10 دقائق ربع ساعه سجلت هدف، فبقت المهمه سهله ان 2-0 غير 3-0. وزي ما شفنا انت في ماتش الذهاب لغايه الدقيقه 60 النتيجه 0-0 في 5 دقائق من كورتين ثابتين. يعني انت النهارده هم كورتين ثابتين اللي عملوا الفارق. ديكلان رايس دخل شاطهم، فانت قدرت ان هم يسجلوا هدفين. فده وارد يحصل في الذهاب، ووارد ان ريال مدريد يحصل ده. وانا واضح يعني متخيل او متوقع انه في نجم الريمونتادا ده، وهقوله لكم في اخر الفيديو دلوقتي. فكل شيء في الامكان، وريال مدريد مش صعب عليه. التاريخ يحكي ان احنا نقدر نعمل ريمونتادا. طب التشكيل الامثل طبعا كورتوا في حراسه المرمى، روديجر وراؤول اسينسيو قلوب دفاع، فالفيردي باك يمين، جارسيا باك شمال. قدامهم في نص الملعب هنلعب باربعه، سيبايوس ساقط شويه هو اللي يسلم ويستلم، ولازم سيبايوس ياخد وقت في ماتش الدوري اللي جاي. وفي نفس الوقت هيبقى جنبه بالفارد ابراهيم دياز وتشاوميني، مهام دفاعيه وهجوميه مسيطره على نص الملعب. وهيبقى قدامهم او نلعبوا بعمودي مثلا سيبايوس وتشاوميني 2-6، قدامهم ابراهيم دياز، وقدامهم بلينجهام ومبابي وفينيسيوس، هما الاثنين يلعبوا رؤوس حربه ويتبادلوا المراكز. هيبقى حتى ابراهيم دياز هيزيد لك ناحيه اليمين، عندك بلينجهام يزود في ال 18، بحيث ان انت تقدر تستحوذ على الملعب باربع لعيبه في نص الملعب. طيب ده بالنسبه للتشكيله. انا من وجهه نظري ان الريمونتادا دي والتالق ده ان شاء الله امبابي هو اللي هيقدر يعملها، زي ما شفنا كريستيانو رونالدو بادائه التاريخي والهاتريك اللي جابه في لاسبورج والريمونتادا.
انا شايف ان مبابي ان شاء الله ان شاء الله هيقدر يجي يسجل هاتريك في المباراه دي، وهنقدر نتاهل وان شاء الله نتقابل بعد المباراه ونشوف اللي حصل. احب اسمع انت رايك، هل انت شايف في فرصه ريال مدريد يتاهل ولا الموضوع كده خلاص انتهى؟ وانا لو عجبك المحتوى احب ان انت تدعمنا بلايك وتشترك معنا في القناه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.